حبايبتي تميمي، هحكي لكم النهاردة على حكاية حقيقية، مش فيلم ولا مسلسل. هي من أغرب وأصعب الحكايات، عن حكاية تقطع القلوب. هحكي لكم عن إيهاب أشرف، الشاب اللي الكل بيشكروا في أخلاقه وأدبه واحترامه وتربيته. إيهاب أشرف طالب في أولى ثانوي، عنده 16 سنة، وشاب الله يرحمه كان زي القمر. حبايبتي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تميم الجديدة. وهو من قرية اسمها سبع ثابت، من محافظة الدهالية، وهو وحيد أبوه على 3 بنات، وهو رقم 3 في الأولاد. إيهاب كان رايح درس في قرية جنب قريته اسمها قرية النقع، وكان صايم وقتها يوم التلات، يوم 13/2 سنة 24، الساعة 5 المغرب. كانت مامته بتتصل بيه وقالت له تعالى علشان مستنيانك على الفطار، وقال لها حاضر يا ماما أنا جاي في الطريق. وكان ماشي من ناحية المقابر وقتها، وأذن المغرب، وهاب مرجعش، واتصلت مامته بيه، واتصلت مرات كتير، وكمان اخواته وباباه وقرايبه قعدوا يتصلوا عليه. وقتها الموبايل كان مغلق، وبعد حوالي 3 ساعات التليفون فتح، وردوا على مامته، وواحد قال لها إنه موجود معاهم، وهم برا المحافظة ومخطوف وعايزين 100,000 جنيه، وقالوا لها تبعتوهم على أكتر من رقم على فودافون كاش. ومامة إيهاب قالت لهم حاضر، بس ما تأذوش إيهاب، بس عايزة أسمع صوته. وقفل الخط على طول، وأبو إيهاب راجل ميسور الحال دبروا المبلغ بسرعة، وطلبوا الخط تاني لقوا الخط مغلق. وطول النهار يطلبوا على الخط، والخط برضه مقفول، والكل فضل يطلب ويرن عليه ومحدش بيرد. وتاني يوم راحوا باسم الشرطة وبلغوا عن اللي حصل، والكل عرف الموضوع، والشرطة كانت مهتمية خالص بالموضوع. وكان في مزارع رايح أرضه بعد العصر، وشاف شوال عليه دم جنب أرضه في المصرف، واتصل بسرعة على عم إيهاب وبلغه على طول، علشان قبل كده كانت في بنت مخطوفة ولقوها مقتولة ومحطوطة في شوال. وبعدين عمه فتح الشكارة لقى الجزء السفلي من إيهاب، وعمه قال هو ده لحمي ودمي، إزاي معرفوش. وكمان قال ده بنطلونه وده حزامه. يا عيني عليك يا قلب أمك، الله يرحمك يا إيهاب ويسكنك الفردوس. مفيش كلام في الدنيا يعزي قلب أمه ويعزي قلب أبوه. هنطلب من ربنا إن يديهم الصبر ويعزيهم ويبرد قلبهم. وكلمة صعبة قالها أبوه أشرف عبد العزيز، إنه عايز يدفن ابنه مرة واحدة، مش على مراحل. يا حبيبي على أبوه دفن ابنه إيهاب، ونفنه نص الأسفل، وكان الناس اللي بتهتف لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والقصاص القصاص. والشرطة كانت حاطة عينها على كل واحد، وسألوا عن المدرس اللي كان إيهاب بياخد عنده الدرس، وعرفوا إن هو ما راحش العزا، مع إنه كان حاطط صورة لإيهاب على صفحته وبينعيه، وزعلان خالص على موته. والمدرس لما سألوا عليه عرفوا إنه كان بيلعب قمار وخسر فلوسه واتداين. والمباحث راحت بيت المدرس محمد مدرس الفيزياء، وبالصدفة لقوا خيش تحت المكتب زي الخيش اللي ملفوف فيه نص جسم إيهاب اللي في الشوال. واعترف المدرس إن هو اللي قتل إيهاب. قال إيه؟ علشان شاف إيهاب شايل آيفون ولابس ساعة غالية، وهو من البلد وعارف إن أهله ميسورين الحال، وقال أنا هخطفهم وآخد فلوس وأسدد اللي عليا. بس وهو بيصوره وهو حاطط كزلك على رقبته عشان يهدد أهله، الكزلك قطع الشريان اللي في رقبته ومات. واتصل بواحد نجار عشان يجيب المنشار الكهربائي بتاعه ويقطعه ويخفي كل جزء في مكان. وفعلا لقوا الجزء اللي فوق في ترعة تانية ما عدا الراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ليه الإجرام ده؟ ده المعلم اللي كانوا بيقولوا عليه كاد المعلم أن يكون رسولا،
كنا زمان لما نشوف مدرسينا كنا بنحط وشنا في الأرض احتراما ليهم. ونصيحتي ليكم حبايبي إن احنا ندعي لإيهاب أشرف بألف مليون رحمة ونور عليه، اللي مات شهيد وصايم ومغدور بيه، ويجعله من أهل الفردوس. وربنا يبرد نار أمك وأبوك وإخواتك وأهلك وكل حبايبك ويعطيهم الصبر. وإن إحنا كمان حبايبي لازم نكون واعيين ونصحين في الدنيا دي. في بعض الناس بيكونوا محل ثقة وهم محل الغدر والخيانة. ربنا يحفظنا وينجينا منهم آمين.